لقبوها بعدوة الرجال ورفضت الجواز من ساري عربي، فنانة محدش يقدر ينساها بسبب أعمالها المتميزة. الفنانة القديرة أمينة رزق، اسمها الحقيقي أمينة محمد رزق، اتولدت يوم 15 إبريل سنة 1910 بمدينة طنطا. اتوفى والدها وهي عندها 8 سنين، وسافرت للقاهرة مع والدتها وخالتها بعد خوفها من القتل من واحد كان طمعان فيها بسبب الثروة اللي سابها ليها والدها. والفنانة أمينة رزق عانت كتير بسبب حبها للفن، لأن في زمانها كان اللي بيشتغل في مهنة الفن بيسموه مشخصات وبهلوان، وحتى شهادته ما كانتش بتقبل في المحاكم. وفي حوار نادر للفنانة الكبيرة أمينة رزق روت بعض المواقف اللي حصلت ليها وهي في سن الطفولة، وقالت إنها كانت عايشة في طنطا مسقط رأسها، وسنة 1920 فتحوا سينما، وقالت إنها كان عندها 6 سنين وقتها، وخالها خدها معاها للسينما فحست بسعادة وفرح كبير. لكن لما والدها عرف إن بنته راحت للسينما غضب بشدة ومسك كرباج وضربها بيه علقة سخنة بدون رحمة، وهو بيردد: ما عنديش بنات يروحوا سينما ويشوفوا المسخرة وقلة الأدب. وخالها حاول كتير جدا إن هو يخلصها من ايد أبوها اللي كان بيضربها بالكرباج، لكنه فشل واستمر في ضربها. وباباها اتخانق مع خالها ومع والدة أمينة رزق، والموضوع كان هيوصل للطلاق. ورغم إن الفنانة أمينة رزق اشتهرت بأدوار الأم، لكنها متجوزتش طول حياتها، وكانت أفضل ممثلة جسدت دور الأم على الشاشة لحد ما لقبوها بماما أمينة. وفي بداية حياتها الفنية كانت بتغني وترقص وتودي أدوار الفتاة الجميلة المرغوبة، وكتير من الناس قالوا إنها حبت الفنان الكبير يوسف وهبي حب كبير، لكنهم متجوزوش. وفي حديث ليها لمجلة الكواكب سنة 1953 اتكلمت الفنانة أمينة رزق عن سبب عدم جوازها، وكانت وقتها لسه شابة. قالت: كنت شايفة في كل مأساة بجسدها بنفسي أو بقراها إن الراجل كان سبب فيها، بعد ما بيسلط على المرأة مغناطيس الحب. علشان كده كرهت الحب بسبب الكوارث اللي بيسببها، وعلشان كده أطلقوا عليها عدوة الرجل. لكن بالرغم من كده أكدت إنها بتحترم الرجال، لكنها مش هتتجوز أبدا وهتتفرغ للفن. وفي مقال ليها برضه في مجلة الكواكب قالت إنها عرفت الحب لأول مرة في حياتها كان وقتها عندها 14 سنة، حبت شاب مشهور وله اسم لامع، والبعض استنتج إن الشخص ده هو الفنان يوسف وهبي، وقالت إنها حبته في صمت، وإن الشاب ده ملتفتش لحبها ليه، وإن ما كانش عندها الجرأة علشان تصرح بحبها لحد ما قرت خبر خطبته فوقعت على الأرض من الصدمة وأغمى عليها. وقالت إن الفنان مختار عثمان كان زميل ليها في فرقة رمسيس، وكان بيبدي اهتمام بيها واضح، وصرح ليها بحبه ورغبته في الجواز منها، لكنها ما كانتش بتحبه زي ما كان بيحبها. وقالت إن كمان قاسم وجدي مدير مسرح رمسيس كان بيغير عليها وبيهتم بيها اهتمام كبير، لدرجة إنه منع كل فنانين الفرقة من إنهم يقربوا من غرفتها أو إنهم يتكلموا معاها في أي حاجة غير شؤون التمثيل. ولما والدة أمينة رزق عرفت قررت إنها تحضر معاها للمسرح يوميا علشان تمنع قاسم وجدي نفسه من إنه يقرب منها. وكملت كلامها وقالت إنها كانت هتعمل أزمة دبلوماسية بعد ما أرسل ليها شخص عربي ذو منصب مرموق بيطلب إيدها للجواز، فصرخت في وجه الراجل اللي جاب لها الخبر ده، وقالت إنها ما عندهاش أي رغبة في الجواز. وقالت إن رد فعلها ده أغضب الشخصية العربية المرموقة، وكان الموقف بتاعها ده هيتسبب في أزمة كبيرة لولا تدخل بعض الوسطاء اللي شرحوا للسار العربي موقف أمينة رزق من الجواز بصفة عامة ومش منه هو شخصيا. والفنانة أمينة رزق اتوفت سنة 2003 وكان عندها 93 سنة.